الطريق إلى أداء أفضل الأعمال باعتباره أولى إنجازاته ولرمزية أداء لدى الإنسان الإريتري. عم الشاعر عن جنون الحب وفنه وشنو اللي بتقولي عنه. كينات شعبك صمود بالصبر ما له حدود. كينات شعبك صمود الصبر ما له حدود. من يوم ما دبت خطانا من يوم ما دبت خطانا فينا الألم موجود. حقق أمر ياسين والأحلام الكان في الخاطر عشان تتحقق أمر ياسين والأحلام الكان في الخاطر تتحقق أمر ياسين. مساء الخير المشاهدين الكرام أينما كنتم، مشاهدي قناة وكالة أنباء القرن الأفريقي، تحية طيبة لكم أينما كنتم. كالعادة ضمن برامجنا الأسبوعية التي تتم باللغة العربية، نستضيف اليوم أحد الشباب المبدعين الذين استطاع أن يسلك طريق وعر، طريق الكتابة والإبداع، وها هو اليوم يتربع على عرش الجوائز والإصدارات الأدبية المتميزة. وبرامجنا كالعادة سنستضيف مختلف الآراء، مختلف المجالات، قانونية، ثقافية، فنية، سياسيين من مختلف دول القرن الأفريقي، وهذه هي رسالة السلام والتنمية والاستقرار لمنطقتنا، منطقة القرن الأفريقي. ضيفي اليوم عزيزي المشاهد هو الكاتب هاشم محمود، روائي وقاص وشاعر إريتري شاب استطاع خلال فترة وجيزة أن يقدم نفسه للقراء ويجد مساحة خاصة به في لدى القارئ على مستوى العالم العربي عموما وإريتريا خصوصا ومنطقة القرن الأفريقي. هاشم كاتب يرسم بالكلمات أبدعتها حروفه، معبرة عن إنسان انطلق من البيئة الأولى حيث سافر بذكريات شخصية محلية عبر عنها خير تعبير، فوصلت أحداثها إلى القارئ الذي أعجب بها وربط معها علاقة من نوع خاص. نلتقي أعزائنا المشاهدون بالمبدع والأديب والقاص الإريتري هاشم محمود، وحوارنا معه سيتمحور حول مسائل في عالم الكتابة الأدبية وتجربته الفنية. هاشم محمود له
عدد من الإصدارات في مجال القصة القصيرة والروايات والقصائد المقننة. رواية عزيز هي آخر أعماله التي نشرت خلال عام 2024 الآن. وعنده الكتيبة 17 رواية دار النخبة بمصر، وكولونيا الجديدة، فجر أيلول، عطر البارود، تجربة، الطريق إلى أدال. القصائد المقناة وطن الشموخ تغنى بها الفنان عبد العزيز مرانت. حب شن تغنى بها الفنان مجذوب أنثى. نورة تغنى بها فتحي محمد علي. بنات كسلة تغنى بها الفنان محمد جلال. القصة القصيرة حارس الجسد، مسافر زاده الكرة، تمت ترجمتها للفارسية والمالامية والهندية. الانتحار على عنقام الموسيقى، دار النخبة المصرية، شتاء أسمرة، دار روافد بمصر. حصل على الكثير من الجوائز على مستوى العالم العربي. جائزة توليولا الإيطالية العالمية عن رواية فجر أيلول، درع شيخ المترجمين العراقيين للنسخة الأسبانية عن رواية عطر البارود، جدلية الحب والحرب في رواية فجر أيلول، دراسة تحليلية لمحمد مظهر بمجلة دراسات عربية، مجلة سنوية تصدرها دار الدراسات العربية والأفريقية بالهند. الأوسكار شبكة عالم المرأة العربية بمصر عن رواية عطر البارود. عزيزي المشاهد، هذه كانت نبذة مختصرة لضيفنا اليوم الكاتب والروائي والقاص والشاعر الإريتري هاشم محمود. أهلا وسهلا أستاذ هاشم، تحية لك مرة أخرى. أولا أهلا وسهلا بك أخي أبو بكر، وأهلا وسهلا بالمتابعين لقناة القرن الإفريقي المتخصصة في جميع المجالات والتي تهتم بشؤون القرن الأفريقي. شاكر ومقدر جدا للاستضافة، وتحياتي إن شاء الله. أتمنى أن أكون ضيف خفيف الظل. أهلا وسهلا أستاذ هاشم مرة أخرى. في البداية عايز نعرف هاشم، من هو هاشم محمود؟ تعرف المشاهد الكريم، عرفه بنفسك. تفضل أستاذ هاشم محمود حسن محمد، كاتب وقاص روائي إريتري، مواليد قرية جلوج بالمنطقة الغربية في العام 1976. هاجر بالعام أواخر 78 أو كلاجي بمنطقة بالسودان بالمنطقة الشرقية. درست مدرسة أنبروش الابتدائية ومعهد أنبروش، ثم مدرسة مسقط المتوسطة ومدرسة عمر الحجوز الثانوية. أخيرا بكالوريوس كلية دراسات تجارية جامعة السودان. هذا هو هاشم محمود بالمختصر. أستاذ هاشم، عادة أي كاتب في بدايات رحلته في عالم الكتابة عنده مدارس معينة تؤثر في تكويناته الثقافية والمعرفية للانطلاق إلى عالم الكتابة. فأي المدارس الأدبية التي سواء كان في الشعر أو القصة القصيرة أو في عالم الرواية، بأي مدارس أنت تأثرت تقريبا؟ والله يا أستاذ أبو بكر، أستغفر القول، أنا قرأت الكثير من المدارس الأدبية سواء كانت الرمزية والواقعية والمدارس غيرها المختلفة، إلا أنني أستطيع القول حتى لا أتأثر بأي مدرسة أخرى اخترت أن أخلط ما بين المدرسة الواقعية والرمزية، وأن أخرج هنالك بخط يشبهني ويشبه أعمالي، لأنه قضيتي ككاتب إريتري وهو تسليط الضوء على الأدب الإريتري، على المنطقة الإريترية. هذا البركان الإفريقي الذي مر بالعديد من الثورات والذي مر بالعديد من مراحل الاستعمار، إلا أنني أستطيع القول بعد هذه كل المراحل خرجت بخط خليط ربما ما بين الرمزية والواقعية. ما هي الأعمال الأدبية التي ساعدت في تشكيل وعيك ككاتب؟ أعمال أدبية معينة أنت تأثرت بها وشكلت وعي خاص بالنسبة للكاتب هاشم محمود، وأنت استطعت أن تسلك نفس الطريق
في مجال كتاباتك الإبداعية، سواء كان قصة قصيرة أو روايات أو قصائد مقنعة أو قصائد شعرية. ربما هنا الكتب الفكرية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي وبداية التسعينيات هي من أثرت علي كثيرا. الرسائل الثورية التي كانت تأتي من العديد من الثورات التحررية الموجودة، واهتم كثيرا وقد كنت مهتم كثيرا بقراءة الكتب الفكرية، سواء كانت اليمينية المتطرفة أو إلى أقصى اليسار المتطرف أو الوسط، فأنا لم يكن لي خط أحمر في قراءاتي. من الروايات التي قرأتها في وقت مبكر جدا، وهذه أقولها لأول مرة، هي كانت رواية لبيار وفائيل، خذ قلبي ودعني. ربما الشيء المؤسف جدا هنا في معرض الكتاب العام الماضي في الدوحة سألت منها كثيرا دور النشر اللبنانية، للأسف الشديد لم أجدها. حتى بعد الناشرين كانوا يقولون لي هل هذه الرواية موجودة؟ هذه الرواية نعم أنا قرأتها في سن مبكر، في ربما بداية المرحلة الإعدادية. تأثرت بالجانب الواقعي في القصة، ولكن إلا أنها لم تجبرني على الخط الأدبي الذي يسير عليه. إلا واستطيع القول أنه كان البطل سواء كان عساف وأحمد عساف، والبطلة التي ربما قد أنساها، قد نسيتها الآن، أحسست بأنها تشابه المنطقة الجبلية في إريتريا. هنا بذاكرة الخيال أنا بعيد عن وطني، من حكاوي المجتمعات التي عشت فيها والقصة التي قرأتها بين رجاء وأحمد عساف. طبعا الكتابة الإبداعية أحيانا الإنسان لما يكتب من منطلق الحرية التي يشعر بها في داخله. المبدع دائما يرسم بالكلمات ونجده يتملص من القيود المفروضة عليه من قبل الرقيب. قد يكون هذا الرقيب سلطة أو المروس الشعبي، العادات والتقاليد، ومن هذا المنطلق ظهرت الرمزية والسوريالية والغموض أيضا في الكتابة الإبداعية. إلى أي مدى ينطبق هذا على أعمالك الإبداعية أستاذ هاشم؟ بالضبط. بعض الأعمال تحتاج إلى أن تكون فيها تستخدم فيها الرمزية، بمعنى حينما تكون هنالك رسائل موجهة إلى المجتمع الإريتري وأريد أن أوجه القارئ، استخدم الرمزية هنا حتى لا تكون، حتى لا نمس الجوانب المجتمعية ولا نضرب المجتمع بعديه البعض. الرسائل المباشرة التي توجه إلى من هم في أعلى السلطة، هذه استخدم معها المدرسة الواقعية والصدامية، بمعنى في لحظة ما تحتاج إلى أن تكون شجاع وجريء وصاحب رسالة. الأمر حينما يكون بالقضايا المجتمعية المهمة ألجأ إلى الرمزية. شأني في ذلك شأن العديد من الكتاب، فما بين الرمزية والواقعية أعيش هنا كثيرا أستاذ أبو بكر. أستاذ هاشم، طبعا أنت أعمالك الكتابية الإبداعية تتوزع بين القصة القصيرة والرواية والشعر. طيب القصة القصيرة كنافذة أدبية جديدة، والرواية أيضا بشكلها الواسع، وهي قصة كبيرة تحكى. ما تأثير الشعر في أعمالك القصصية والروائية، باعتبارك أنت لك قصائد مقنعة ولك قصائد كثيرة شعرية في عالم العمل الإبداعي؟ أقول دوما أستاذ أبو بكر، كنت محظوظ جدا. كل القصائد التي كتبتها سواء كانت بالفصحى أو الدارجية وجدت
طريقها إلى الفنانين. مثلا أغنية نورة للموسيقار السوداني الذي تغنى بها، وأغنية كما ذكرت في صدر الحلقة. إلا أنني لا أقول أنا شاعر، بمعنى أكتب الشعر في لحظة ما، عندما يأتيني إحساس معين أكتبه قصيدة، ربما تكتمل لحظيا وربما تكتمل في مرات أخرى، أكملها في جلسة أخرى. واللغة الشاعرية أكيد تكون موجودة ومتأثر بها في الأعمال. دوما الشاعر يجد نفسه في الرواية، أو الرواية يجد نفسه في الشعر، فكلها أجناس الأدب تتداخل مع بعضها البعض. لو سألتني كثيرا أجد نفسي في الرواية لما تملكه من مساحة كبيرة جدا، وتستطيع أن من خلال شقوس الرواية أن تشكل عدة مسارات للعمل. والقصة أيضا هي استراحة محارب يستخدمها في ما بين إصدارتين عادة ما، روايتين تكون هنالك مجموعة قصصية. القصة هي لأنه صاحبة رسالة قصيرة لا تتحمل الإسهاب ولا تتحمل الكثير من الأشخاص، ربما يكون فيها شخوص القصة واحد أو اثنين، وتكون فيها تكثيف في الأحداث. أكرر دوما أجد نفسي في الرواية لما تملكه من مساحة، وإنك في الرواية تستطيع أن تشكل وأن أن تبعد في الخطوط. بالنسبة يلاحظ الآن في عالم الكتابة، الكل بدأ، معظم المبدعين والكتاب في العالم بيكتبوا، تركوا القصة القصيرة وأحيانا تركوا الشعر واتجهوا إلى الرواية. هل الرواية هي موضة العصر، أم أن السوق يتطلب ذلك، أم أنه مزاجية القارئ أنه يميل إلى القراءة من خلال الروايات الطويلة سواء كانت قصيرة أو طويلة؟ هل الرواية هي موضة عصر، أم أن السوق يتطلب ذلك؟ أعتقد وهذا ما قاله أحد النقاد في جلسة أدبية كنت هنا في الدوحة، هي أصبحت ديوان العرب الحديث. بمعنى ديوان العرب الحديث، ولا تقلل من أهمية القصة من الشعر. فالشعر كان له أسواق، وكانت له مرابد، وله مهرجانات، ولعل في السابق سوق عكاظ، حيث كانت تجتمع العرب هنالك لتلقي بأشعارها والمعلقات العربية. إلا أننا مؤخرا نجد أن الكل اهتم أو بدأ يلتف حول الرواية للأريحية التي يجدها عند الرواية. ربما كتابة الرواية تحتاج على النفس الطويل، والقارئ في الوقت الحالي يحتاج أيضا إلى أن النهايات المفتوحة، إلى تكثيف الأحداث، إلى الرصانة في اللغة. كل هذه الأشياء جعلت الكثيرين يتجهون إلى الرواية. القصة تحتاج قل من يكتبون القصة القصيرة في الوقت الحالي في الوطن العربي بصفة عامة للتخصصية. إذا فرطت منك القصة القصيرة ربما تكون إلى مقال، أو تكون بوابة مخطوطة رواية. هنا الأريحية بدأ الكثيرون يجدونها في الرواية، واعتقد هو الآن موسم الرواية العربية بالنسبة للعالم العربي. هي أصبحت الآن الكل بدأ يتحرك صوب الرواية، وهي ديوان العرب الآن، ديوان العرب المعاصر الحديث. سوق عكاظ انتهى. طيب، نعم. هنالك مرحلة أو مشروع فكري لأي كاتب، مشروع أدبي فكري يعبر عنه، وخاصة لما يصل مرحلة النضج في أعماله الإبداعية، سواء كانت قصة قصيرة أو شعر أو روايات، وأنت تكتب عن الوطن والثورة والموت والغربة والوحدة. حدثنا عن مشروعك الأدبي في كافة أعمالك على اختلاف أنواعها.
مشروعي الأدبي هو مشروع لم جديد قديم. بدأته في العام 2011-12 بأكثر من مخطوطة. اتجاهي لم يخرج من الثورة، تحديدا الثورة الإريترية ومعاناته بكل مراحلها، ثم حياة اللجوء والتشرد التي عانى منها الشعب الإريتري كثيرا، سواء كان في عهد الثورة أو في عهد الدولة، لأنه ما نزال نحن نحمل هذه الصفة وبأكثرية. الجزء الثالث الجانب التاريخي ما سقط من كتاب التاريخ، لأنا لا أقول هنا توثيق، ولكن ما سقط من كتاب التاريخ يجب أن ألحقه بالروايات والحكاوي ويتماشى ذلك مع المجتمع. مشروعي الأدبي هو مشروع وطني متكامل، يبدأ من إريتريا أولا، من إريتريا الدولة، إريتريا الثورة، حياة اللجوء، الثورة المنسية، الثورة الحالية، الحروب العباسية التي دخلها الشعب الإريتري، معاناة الأجيال. نحن الآن أستاذ أبو بكر نتحدث على أكثر من 3 أجيال في إريتريا تعاني. إذا كانت 30 عاما في الثورة ومثلها في الدولة، إذا هي 60 عام. إذا خصم من عمر الإنسان 60 عاما لا شيء هنالك. فإن شاء الله سوف أعمل جاهدا على التوثيق لكل هذه المراحل من أجل الأجيال القادمة. ربما أستاذ أبو بكر من يعيش من بيننا الآن قد لا يهتم بهذا المشروع، وقد لا أستهدفه كثيرا في برنامجي. أنا أستهدف الأجيال القادمة. رسالتي للمجتمعات التي ستأتي إلى إريتريا: نحن ذاهبون، نحن بما نعانيه من مشاكل وشتات واختلاف فكري وكل هذه البلاوي، تقريبا لا محالة ستأتي أجيال تبحث عن هذا الأدب وعن هذه المدارس. وقتها أستطيع القول رسالة هاشم محمود أو مشروع هاشم محمود قد اكتمل للأجيال القادمة. جميل 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 أستاذ هاشم. طيب، هنالك أي كاتب في مجال مختلف الأعمال الإبداعية يحتاج إلى من يعكس له صورة أخرى قد لا يراها هو، وهذا المرآة التي تعكس له هذه الصورة هم النقاد. كيف تقيم تعاطي النقد مع أعمالك أو ما كتب عن هاشم؟ هل أفادك خلال تجربتك الإبداعية في مجال الكتابة ومختلف أنواع الكتابة القصصية والروائية والشعر؟ أنا محظوظ جدا إنه أعمالي وجدت طريقها إلى النقاد، سواء كان في العراق، بسوريا، بالأردن، بمصر. هنا أول شخص وجهني التوجيه السليم الذي قال لي أنت فيك نفس الرواية عالي جدا هو الأستاذ جمال فايز السعيد، الكاتب القطري. ثم ثانيا الكتابات النقدية التي صدرت على أعمالي، سواء كانت مؤيدة لبناء القصة أو بناء الرواية، أو التي تحدثت عن جانب اللغة في العمل أو جانب الشخوص والوصف، كلها كانت بالنسبة لي زاد. اليوم نحن نتكلم على 10 أعمال أدبية ما بين مجموعة قصصية أو رواية. هذه الأعمال تحقق مبيعات ما شاء الله. أنا لا أتحدث هنا عن المبيعات، لكن تحدث إقبال من قبل النقاد العرب. إذا تم تقييمك التقييم السليم والتوجيه السليم من هؤلاء الذين يمسكون بناصية اللغة، يجب أن لا تلتفت إلى الوراء. نعم، هنالك من يعمل على تكسير المجاديف وعلى إيقاف مسيرتك الإبداعية، إلا أنني لي قاعدة لا ألتفت إلى الوراء كثيرا. دوما أركز إلى أين أريد أن أصلك هاشم بمشروعي الأدبي. الذين يحاولون الضرب بالأطراف أو من الخلف حتما سوف يفشلون أو سوف ينتكسون
ولن يحققوا أهدافهم وأنت ستصل بمسيرتهم. النقاد لابد من الاستماع عليهم. عن نفسي استمع إلى كل رأي سواء كان مع العمل أو ضد العمل، ولا أجامل في الخروج عن النص. أستاذ أبو بكر، اليوم حينما أعطيك عمل تحدث عن العمل فقط، لا نخرج عن خارج العمل. قيم العمل بالطريقة التي تراها. إذا أحسست أن تقييمك لهذا العمل كان تقييما علميا، أهلا وسهلا، أعمل به في قادم الأعمال. ولكن إذا وصلتني رسالة أنه تقييمك هذا التقييم كان مجرد عاطفي ومجاملة وغيري، لا أقول لك شيء، إنما أحطها على الجانب والمسيرة ماشية وتحقق الآمال. صدقني أستاذ أبو بكر، وهذه الرسالة لكل من يريد أن يكتب. لو كان لك هدف وأنت تذهب إلى تحقيق هذا الهدف وتجتهد، إن لم تواجهك عقبات في تحقيق هذا الهدف فأنت فاشل. إن واجهتك عقبات وأنت تسير في الطريق، تأكد تماما أنك تسير في الطريق السليم. وستصل مهما طال الزمن، سوف تصل. رسالتي هنا إلى كل الذين يريدون أن يدخلوا مجال الكتابة: تصلحوا بالقراءة جيدا وبوضع الخطط جيدا وتوكلوا على الله. فإريتريا تحتاج إلى أبنائها كي ينقبوا التاريخ الحضاري والثقافي والاجتماعي وكل هذه الموروثات. لو كتب 10,000 إريتريا عن إريتريا سوف لن نفي إريتريا حقها. طيب أستاذ هاشم، هو طبعا أنت بدأت بأعمال الثورة والسياسة، والآن بدأت في كتابة أدب جديد، أدب السجون. نعم. وهل تصلح وهنالك الرواية بتحاكي التاريخ وتحاكي الجغرافيا وتحاكي الأشياء الواقعية التي يتعرض لها الإنسان، وخاصة نحن أبناء مجتمع تعرض للاستعمار لمدى 60 عاما، عانى ويلات اللجوء، عانى ويلات المجازر، عانى ويلات الاضطهاد والظلم خلال الحقبة الاستعمارية الأثيوبية، وما زالت معالم اللجوء والهجرة ويتعرض لها الإنسان الإريتري الذي يفقد حتى الآن نافذة الحرية التي يسعى إليها كان من عهد الثورة إلى عهد الدولة. رواية عزيز هي فتح جديد في أدب الثورة أو في أدب السجون. أحكي لي عن رواية عزيز. طبعا أنا لم أتردد كثيرا، كنت أنتهز الفرصة حتى أقابل أول إريتري يكون مر بتجربة السجون، لأنه هذا عالم بالنسبة لنا كمبدعين أو ككتاب إريتريين أو كمجتمع إريتري غريب جدا. من خرج من هذه السجون دوما يخرج إما مشلولا أو مبتور الطرف أو فاقدا للذاكرة. كنت محظوظ جدا حينما التقيت هنا بالأخ عبد العزيز محمد علي زروم ابن الشيخ الفاضل، وفي لقاء للمرة الأولى حتى أقول له الحمد لله ألف على السلامة، يعني أهلا ومرحبا بي. وكانت لقاءاتي كلها عبارة عن ونسات جانبية بوجود مجموعة من الحضور. هذه الرواية قصدت أن أقدم رسالة إلى السجان: أيها السجان، نحن نرصدك، أو أنا ككاتب أرصد كل تحركاتك. سأظهر هذا الجانب المخفي والمظلم من ما تقوم به إلى العالم الخارجي، إلى القراء العرب. وإن شاء الله تجد الرواية، هو هنالك أكثر من محاولة ترجمتها إلى العديد من اللغات، ستصل إلى الكثيرين. رواية عزيز ترتكز على عزيز اسما وعلى كل المآسي التي مر بها، سواء كانوا كسجين أو أصدقائه من الذين سجنوا، من الذين تقاوموا في المراحل الطويلة من السجون الإريترية. للأسف الشديد نحن ليست لدينا محكمة، يعني شيء مؤسف، تسجن 10 15 20 سنة ثم يطلق صراحة من غير أي محاكمة، من غير أي جريمة. الشيء الآخر الذي ركزت عليه في رواية عزيز أنه لنا السجن والظلم لم يقع على شخص أو شخصين، وقع على
مختلف انواع المجتمع الاريتري، مختلف الطبقات الاريتريه. وللاسف الشديد كمان ما يوصف له كانت بايدي المغربين من هذا المجتمع. يعني السجان هو ليس بعيد منك، ربما يكون جارك، قريبك، زميل. يعني شيء مؤسف جدا أن لا تكون هنالك عدالة لهذا المجتمع، وأن لا تكون هنالك محاكم، برلمان. فرواية عزيز هي الآن هي رائجة ولها إقبال، عليها إقبال كبير جدا في معرض القاهرة الدولي للكتاب. ربما اضطر الأستاذ أسامة أن يبشر الزوار بأنه سيضخ مجموعة أخرى بعد أن نفذت الطبعة. اضطرينا أن نضيف مجموعة 200 نسخة إضافية حتى يكمل المعرض. هذه الرواية ربما تكون فريدة من نوعها، ولكن لن تكون الأخيرة. ستكون هنالك سلسلة من الروايات عن أدب السجون، الهدف منها إيصال الرسالة إلى العالم الخارجي. ركز معي يا أخي أبو بكر، أنا لا أركز في إيصال رسالتي إلى أبناء إريتريا. أبناء إريتريا ربما يسمعون بعد من هذه الأحداث، ربما يسمعون، وربما لا يقيم، من هنالك من لا يقيم هذا الجهد إطلاقا. وهذا شأنه الخاص. رسالتي إيصال هذه الرسالة، هدفي إيصال هذه الرسالة إلى العالم الخارجي حتى يسجل النقاط، وأقدم إلى الأجيال القادمة توثيقا يدين ما تقوم به الحكومة في المرحلة الحالية. وطبعا الشعب الإريتري كان يتلهف للحرية والاستقلال والكرامة الإنسانية في بلد عانى الشعب الإريتري من 1945 بعد الإيطاليين ثم البريطانيين ثم حقبة الاستعمار الأثيوبي الغاشم التي انتهت بدخول أبطال الجيش الشعبي إلى أسمرة. الكل كان يتوقع أنه خلاص نحن في صفحات بتاعت معاناة، مؤاساة طويت من حياتنا. ولكن للأسف الشديد الوطن الآن أصبح سجن كبير، وهنالك المئات السجون ومئات المجهولين الذين لا أساس، لا أحد يعلم عنهم شيئا، ومن أسعفته فرص الحياة وانتقل وخرج من البلد هو بيحكي مؤاساة. وهنالك مجال آخر يجب أن الكتاب والمبدعين أن يهتموا بها أيضا، المجازر التي ارتكبت في الشعب الإريتري من قبل القوات الأثيوبية، الكومانديس، طور سراويت، خلال حتى عام 1991 المجازر كانت ترتكب. كان هنالك غرب أكمرة تباد، كان هنالك عشرات المدن تم تدميرها بالكامل بالأسلحة الفتاكة. ده كله هو اليوم موجود. صحيح أنه المنعانة من تلك المجازر جزء منهم انتقل إلى الآخرة وجزء منهم يعيش بيننا. هذه المعاناة يجب أن يكتبها أبناء إريتريا المبدعين في شكل روايات، قصص، مسلسلات، أفلام، ليعرف العالم مدى الجرائم اللي ارتكبت في هذا الشعب الإريتري. أنت واحد من الناس اليوم اللي تكرس جهدك أستاذ هاشم لتعكس جزء من معاناة هذا الشعب العظيم وهذا الشعب الكبير، وده جهد مقدر إن شاء الله. وكل الناس يجب أن تكتب عن معاناة هذا الشعب، لأنه الكاتب إذا كان ما ضمير لأمته فهو لا يعني شيء. الإنسان المثقف الواعي، رجل القانون، الفنان، إذا كان ما تجده يعكس نبض الشارع ونبض المواطن ونبض الشعب الطواق للحرية وللسلام والاستقرار وللتنمية الحقيقية في بلده، فبالتالي هو يمكن يكون منزوع عن الإنسانية. فجميل أنك تكتب عن أدب السجون، والأجمل أنك توثق للكثير من الروايات ومن المجازر التي ارتكبت في حق الشعب الإريتري. هنالك كيف ستجد في أعمالك الأدبية إشكاليات المسكوت عنه. المجتمعات دائما هي مجتمعاتنا هي مجتمعات ثورة ومجتمعات تقليدية، ما وصلت إلى مرحلة بتاعت بناء المؤسسات الدولة أو بناء المجتمع أو الثقافة التعليمية، وصلت إلى مرحلة
يستطيع أنه الإنسان يتجاوز التقاليد والعادات المسكوت عنها في داخل المجتمع. هنالك عادات ضارة بالتأكيد، ومنها ما هو تقليدي ومنها ما هو معاصر. فكيف نجد أنه الثقافة والعادات والتقاليد بتاع المجتمع الإريتري كيف تعكسها في أعمالك الأدبية أستاذ هاشم؟ طبعا هنالك المسكوت عنه في مجتمعنا كثير كثير جدا، سواء كان على المستوى الثقافي، سواء كان على المستوى الاجتماعي، سواء كان على المشاكل التي نعاني منها. في الوقت الحالي أقدم جرعات للقارئ. هنالك أشياء قطع شك سوف أبرزها في قادم الأعمال، وهذه الأشياء التي أنا أحس أنه لا بد المجتمع أن ينتبه منها، وهي تعتبر عادات ربما ضارة وربما تعتبر دخيلة على المجتمع الإريتري من حياة المنافي. فنحن أكثر شعب عاش أمم متحدة مسقرة في منافي كثيرة، فاختلطنا بثقافات كثيرة من المجتمعات، منها ما هو صالح للمجتمع ويتواكب ويتماشى معنا، ومنها ما هو لا يتفق مع العديد من العادات والتقاليد التي يعيشها المجتمع المحافظ مثل المجتمع الإريتري. بإذن الله سوف أفسح لها بعض النقاط وبعض بعض المحطات، سواء كان في قصة قصيرة أو في بعض الروايات المتجزئة. دعنا أخي أبو بكر نركز الآن على مرحلة اللجوء والتشرد والثورة والظلم والتزوير التاريخ الذي يحدث والتغيير الديموغرافي الذي يحدث أيضا. هذه كلها أشياء يجب أن نكثف عليها العمل. وبدأنا في حياة السجون، بدأت في حياة السجون في الوقت الحالي، إن شاء الله سأواصل على هذه المسيرة حتى أغطي جزء. وأتمنى، وهنا هذه الرسالة، نتمنى من كل الكتاب والأدباء الإريتريين المعاصرين أن يتجردوا من أجل إريتريا. دعوا كل شيء، دعوا كل الخلافات التي بينهم، سواء كانت مناطقية، عنصرية، قبائلية. هذه الأمراض التي فتكت بالسياسيين أتمنى أن تبتعدوا عنها، وليكن شعارنا كيف نقدم المعرفة للأجيال القادمة، وكيف نحافظ على موروثاتنا الإريترية، ثم كيف نحافظ على بعضنا، يعني ندعم الدعم الداخلي للدعم المتبادل للمثقفين الإريتريين. وهذه الرسالة في بريد القراء، بريد الكتاب والمثقفين الإريتريين. طيب نعرج إلى وضع آخر. يمكن الهموم العامة بتاعت الشعب الإريتري يمكن تأخذنا، هي تفرض علينا في الواقع لنطرح عليك أسئلة، ولكن للكتابة طقوس. أنت لما عايز تبدأ، أول ما تمسك القلم وعايز تكتب شيء ما، الطقوس العامة التي أستاذ هاشم يهتم بها، أو الطقوس اللي تفرض عليه من قبل الوضع اللي هو يكون عايش فيه، كيف تكتب؟ وما هي طقوسك اللي أنت تكتب عليها في مجال الكتابة؟ بدأت بمرحلتين. في مرحلة ما كانت لي طقوس، وكان لي برنامج معين، منتصف الليل الأطفال يكونوا ناموا، الكل استلم من فوق. لكن مؤخرا والله حتى على الجوال أكتب، حتى على الإيميل متى ما وجدت فرصة هنالك، سواء كانت خاطرة، قصة قصيرة، شيء، فكرة لمخطوطة رواية مثلا، فكرة لرواية قادمة، حتى لا تضيع مني. الطقوس كسرت بكثرة الضغوطات المجتمعية التي نعيشها في الوقت الحالي. لا طقوس ولا غيره، كل الوقت مباح، وكل الوقت لأجل تقديم الرسالة للأجيال القادمة. في الوقت الحالي لا طقوس. المرحلة الأولى كان فيها بعض الطقوس المعينة، إلا أنني الآن حتى ما ممكن مرات أكون وأنا أشرب الشاي، يعني أتناول كاسة الشاي وجالس على جنب أكتب الفكرة، أكتب سطر سطرين، وتأتي سانحة بعد ساعة ساعتين تكون في جلسة معينة تكمل عليها.
وبعض الأصدقاء حينما نكون جالسين دوما يقولون ركز معنا، خليك سيبك من الجوال. لا، لو تدرون ماذا أعمل بالجوال أنا أقول لهم أنا سامعكم، تواصلوا ولا سامعكم، وأكون قطعت جزء مهم. لأنه العالم اللي نحن نعيشه الزمن صار محسوب بين الأسرة والعمل، فاغتنم كل ما وجدت من وقت لتقديم رسالتك. وطبعا الطقوس بتاعت الكتابة تفرض على الكاتب تلقائيا من خلال الممارسة اليومية في حياته، وخاصة أن الإيحاءات الإبداعية عشان يكتب قصيدة ولا قصة ولا يكتب فكرة صغيرة عن رواية خلال اليوم كله أنت ذاكرتك شغالة وأنت بتحاول بتوثق شيء ما. طيب أنا أؤمن بأنه الكاتب أو الأديب هو أفضل من يكتب بإبداعه عن الأفكار والأحاسيس، كونه قادرا على استحضار المشاعر واستنطاق المواقف. ما رأيك في ذلك؟ وخاصة أن الكتاب الشعراء دائما المبدعين عندهم الإنسان عندهم حواس قد تختلف عن عامة الناس. إذا كان هنالك منظر ما، منظر الغروب مثلا، أو منظر هطول المطر، أو منظر الأرض الخضراء، أو حتى الصحراء الرمال المتحركة، أي إنسان بينظر لها. والكتاب المبدعين قلالهم اللي يعبروا عنها، لأن الصورة تترسخ في الذاكرة وفي الذهن. فمن خلال الرؤية والذاكرة والصورة التي تختزنها ذاكرتك وذاكرة أي مبدع هو اللي يخلي يكتب ويستنطق الخيال ويستنطق المشاعر. ما رأيك في ذلك أستاذ هاشم؟ طبعا قطع شك، كل الأشياء أستاذ أبو بكر، المبدع دوما حينما يكون لا يكون له تأثير بالواقع الذي يعيشه، كما قلت مرحلة الشروق، هطول الأمطار، حادث معين، حادث سير، هذه كلها أشياء يعني تخلي الكاتب أو المبدع يخرج ما بداخله. مثلا في يوم من الأيام كنا جالسين على شاطئ الخليج هنا، وكانت لحظة الغروب، فأخذت صورة فيها ثلاثية: الأرض، الماء، والسماء. فأذكر وقتها قلت لهم هنا اجتمعت الحياة. الآن ذكرت القدرة، طبعا شعراء كسور تأثروا بالقدرة، كتاب كسور. هنالك هذه أشياء يلتمسها الإنسان. الأديب إن لم يلتمس ويلتقط من واقعه فهو أعتقد يصنع، واللي يصنع أصلا ما حيقدم حاجة لمجتمعه. أنا ممكن أوكي أكون إنسان جامد ما له علاقة بهذا المجتمع، يعني المجتمع الذي أعيش فيه وبمن حولي، وقد أكتب كتابات جميلة، ولكن هذه تعتبر صناعة نحت، ليست مؤثرة لأنها لا تتوافق ولا تتعايش مع حياتك اليومية. ثم وهذه برضو نقطة مهمة، أقول إن الذي ليست له رسالة أو هدف من الكتابة تتمنى لا يكتب. بمعنى إذا أنت ما عندك رسالة لمجتمعك، سواء كانت تنويرية، تثقيفية، محافظة على شيء معين، أعتقد يعني مش تكتب من أجل الرفاهية، أكتب من أجل المجتمع، أكتب من أجل قضية تؤمن بها أنت. وأصدق ناس لمجتمعاتهم هم المثقفين الذين يحملون الفكر. تابع الشهداء الذين، هنالك كاتبة شهيرة من المفروض تغادر أوكرانيا ولكن لا تمسكت بتراب بلادها، حتى كانت من أوائل الضحايا، من أوائل الذين سقطوا على التراب الأوكراني. هذا نموذج فقط. ونحن كأبناء مجتمع إريتري مر بتجربة كبيرة، تجربة الثورة، وهذه التجربة طحنت أجيال، 4-5 أجيال في مسيرة الثورة والنضال. لنا إرث وتاريخ كبير محفوظ حتى الآن في مختلف
مواقع التي مر بها سوار إريتريا في إريتريا، هنالك آثارهم وتاريخهم ودماءهم وأجسادهم، وحتى عطر الأمكنة اللي هم وقفوا عليها، والدماء الزكية التي سقطت على الأرض. هذا كله جزء من مشاريع روائية. لو تمكن الإنسان أنه يزور تلك المناطق، إريتريا خزان الأرض والإنسان، هم خزان هائل جدا جدا للانطلاقة للتعريف بمعاناة هذا الشعب الإريتري. كيف أنت ككاتب الآن بديت وبموهبة تشق طريقك إلى الشهرة العالمية وإلى باعتبار أنك لسه أنت في مرحلة الشباب، وهنالك أعمال ننتظرها الكثير منك أنت في المجال ده، وخاصة إذا كانت طلعت للأفلام الوثائقية الموجودة في الإرشيف المنشور في وسائل التواصل الاجتماعي، هي تديك إيحاءات لأنك أنت ممكن تكتب الكثير عن هذا الشعب، جماليات الحياة، وجوه الناس، الحياة، الفقر، الجوع، المجازر، كل هذه موجودة في المجتمع الإريتري. فإلى أي مدى أيضا تستعين بالإرشيف الموجود سواء كان تبع ثورة أو في عهد الدولة للكتابة من خلال ذلك؟ أولا أشكرك على هذه النقطة المهمة جدا أستاذ أبو بكر. عن نفسي عشت الثورة والدولة، عشت الثورة والفرق الفنية التي كانت تجوب السودان وكيف كان يتعلق بها الإنسان. يعني تخيل أنت واحد عمره 8 سنوات أو 9 يساهر إلى منتصف الليل في حفلة في فرقة فنية على بعد كيلومتر من المنطقة التي يسكن فيها أو مسافة بعيدة. هذه نقطة على جانب. 2 السيمينارات التي كانت تعقدها التنظيمات الإريترية المختلفة والتي كانت تعرف الناس. 3 أشرطة الفيديو القديمة التي كانت تأتينا من تنظيمات مختلفة للثورة الإريترية والكل يؤمن. هذه كلها ذاكرة طفولية. أضف إليها الجزء الثاني الحكاوي المجتمعية من الكبار، ومن يعرف هاشم محمود يعرف أن أنا كنت صديق والدي رحمة الله عليه، أطلع وأنزل وأجلس معه في كل المناطق، وهذه كثيرون يعرفونها. ثم الزيارات التي كانوا يقومون بها الإريتريين بالوسائل البدائية، الجمال وعلى الأرجل، هذا في فترة الثورة. كل هذا على جانب الإذاعات التي كنا نسمعها عن الثورة الإريترية، الصحف والمجلات التي كانت تأتي. جزء أول. تعال إلى الجزء الثاني، الزيارات المتكررة التي قمت بها إلى وطني، وقد زرت العديد من المدن، سواء كانت أبدأ من الحدود في السني وانت إلى أن تصل أسمرة ودق محري وجندع والشمال. يعني زرت مناطق إريترية في أكثر من زيارة من هذا. كل هذا يعتبر مخزون بالنسبة لي أنا. أتذكر جيدا لحظة الاستفتاء والحماس التي كانت عند الشعب الإريتري. أتذكر جيدا وأنا أستمع إلى صوت الجماهير التي هنا، صوت الجماهير الإريترية من العاصمة أسمرة، معكم عبد هيجي، أول من قال هذه الكلمة. يعني كيف كانت الروح عالية. إنسان بهذه الشعور وبهذه المتابعة النسيقة إلى أرضه وإلى شعبه أكيد سيكتب الكثير وسيقدم الكثير، وإن شاء الله إن ربنا مد في الآجال مسيرة ستكون حافلة وستكون أدب من نوعه، لا أقول مميز أو متميز هذا، ولكن ستكون هنالك، سأعبي هذه المكتبة الإريترية للأجيال القادمة. مجموعة اليوم خليهم ما يقروا، خليهم يقيموا على أهواهم وعلى مجالسهم وليقولوا ما يحلو لهم، ولكن المسيرة مستمرة بكم هائل من الذكريات ومن التوثيق. لا أحتاج إلى الأرشيف الإريتري، فكل ما شاهدته بعيني حتى هذه اللحظة يعتبر بالنسبة لي أرشيف. مخزون هائل وكفيل بأنك أنت تقدم لنا أعمال إبداعية كثير جدا إن شاء الله. وكتابات جادة، يعني بتكون هي جسر لتوصيل معاناة الشعب الإريتري
إلى مختلف دول العالم ومن خلال لغة الداد. هاشم، هنالك من يقول بأن الأدب يغير الحياة. برأيك هل الأدب وسيلة للهروب من الواقع أم وسيلة لتغييره؟ وما تأثير ذلك على تجربتك الشخصية من خلال الأدب؟ شوف، الأدب ربما في بعض المرات يحتاج الأديب، أنا لا أتحدث هنا عن تجربتي، لكن يحتاج الأديب إلى أن يتقمص شخص من شخوص الرواية أيا كان، البطل، نائب البطل، صديق البطل، حتى يوصل رسالة خفية. نعم، كتابه هو العالم الموازي الذي يعيش فيه الكاتب. أستاذ أبو بكر، في بعض المرات حينما أكتب مخطوطة وتكون مرت عليها فترة وأعود إليها أشك، يا الله هذه المخطوطة كيف كان المزاج عالي جدا وأنا أكتب هنا. طيب خلينا نعدل على الشخصية الثانية التي تمثل مساعد البطل، أو الشخصية الثالثة، أو تكون أنت البطل. نعم، تحتاج إلى ما في كاتب ما يتغمس أحد شخوص الرواية يكون هو موجود فيها. من يقول عكس ذلك هو أعتقد أنه غير صادق مع نفسه. رسائلك المباشرة، رسائلك التي لا تستطيع أن تقولها إلى المجتمع تقولها عبر الورق. فنتنفس أو أتنفس عبر. جميل أستاذ هاشم. حقيقة نحن لقاء ممتع وجميل، ولقاء نحن نسعد به لأنه بنستضيف قامة أدبية استطاع خلال فترة وجيزة أن يشق طريقه بنفسه، مدعوما بآراء، مدعوما بأفكار، مدعوما بإرث إريتري عاشه من لحظة الميلاد إلى حتى هذا اليوم. ونحن في وكالة أنباء القرن الأفريقي، ومن خلال هذه النافذة إن شاء الله حيكون بيننا لقاءات ولقاءات. نحن حيكون إن شاء الله سنفرد لقاءات معك ومع آخرين مبدعين إريتريين يستحقوا أن يتم استضافتهم وتقديمهم للمجتمع الإريتري ولمستمعي هذه القناة في القرن الأفريقي أو في العالم كله. رواية عزيز في حلقاتنا القادمة إن شاء الله نحن حنغوص في التفاصيل الدقيقة لهذه الرواية من باب تعريف القارئ بالتفاصيل اللي أنت كتبت فيها والأجواء الواقعية التي أنت انطلقت منها لتأليف هذه الرواية. لكن أستاذ هاشم، بالنسبة لأي كاتب هو يقرأ قصص، يقرأ روايات عالمية محلية، حكاوي بيسمعها وهي تأثر فيه، ومن خلال القراءات أول أنت تقرأ لمنو من الروائيين، سواء كان قصة قصيرة أو روائيين عالميين أو على مستوى أفريقيا والعالم العربي والشرق الأوسط، وبأي منهم أنت تأثرت ككاتب روائي شاب؟ أنا عن نفسي نعم أقرأ، لي برنامج ثابت كل فترة أمر بمجموعة كتب، سواء كانت فكرية، سياسية، اجتماعية. قرأت عديد جدا، أنا أقول لك قرأت روايات كثيرة جدا، سواء كانت لنجيب محفوظ أو قصص لشيخ القصة يوسف إدريس، أو هنا على مستوى الخليج، أو سواء كان لعبد الرحمن منيف شرق المتوسط ومدن الملح، وأعمال كثيرة الآن لقد لا أذكر هذا من ذاك، أو رواية آخر رواية كانت لصديق الدكتور محمد اليحيوي، رواية الحرب. إلا أنني لا أعطي مساحة، يعني أفصل دوما ما بين القراءة والكتابة. في الفترة التي أبدأ فيها تنفيذ أي عمل أدبي أنا أنفصل هنا عن القراءة تماما. لماذا؟ حتى لا يحصل هنالك احتكاك، تناص، تشابه، دخول في فكرة الآخرين. ولا أريد أن أتأثر بأي مدرسة ما بين الرمزية والواقعية. أخوض في تجربتي إلى أن أشوف السلبيين، يعني إلى أي المحطات. أما من القراءة أنا قلت في البداية خذ قلبي ودعني بيان رفعيل، أول عمل قرأته
كتاب رجال حول الرسول خالد محمد خالد، قرأته في وقت مبكر جدا. قرأته لمفكرين سواء كانوا من أقصى اليمين في الجانب الإسلامي أو سواء كانوا من أقصى اليسار. قرأت مذكرات وليس مذكرات، هي زفرات القلب في لحظات من الرضا والغضب لعبد رب الرسول سياف مثلا. وفي فترة ما كنت مفتون بالحركة اللي هي حركة الجهاد الأفغاني التي تشكلت فيما بعد، وصادفت هذه مع تحرير كامل التراب الذي كنا متقاربين جدا جدا. فزخم من القراءة، والكاتب لو لم يقرأ كثيرا لن يقدم. لا يحسن الكتابة، لا يحسن، لا يجيد، من لا يقرأ لا يحسن الكتابة. لا قال الكلام ده أوصي. فولتير قبل بالضبط 100 سنة أو قبل بالضبط قرنين من الزمان. فمن بالضبط يقرأ هو اللي يكتب. نعم من بالضبط. يكتب الكتابة هي معاناة، نعم عصارة جهد عقلي فكري ذهني، وقت أنت بتضحيه من أجل أن تكتب وتقدم شيء للناس. والكتابة هو فعل تمرد على المألوف، أنك بدل تتكلم وتحكي في التلفون وكذا أنت بتوثق الأشياء بتوصلها للناس لتكون قد يجد من يستفيد منها أو يستمتع بها. بالضبط. وإن الذي لا يكتب يستهون الكتابة. هذه خدها معلومة مني، إن الذي يستهون الكتابة لا يكتب. وكل من تجده يتنمر على الآخرين تأكد تماما بين قوسين فاشل بدرجة امتياز. الكتابة شيء هو نعم هواية، وقد تكون إبداعية، وقد تكون حرفة، لكنها تحتاج إلى جلد وصبر وإلى عزيمة وإصرار حتى تخرج عصارة جهدك إلى المجتمع. قد هنالك كتاب في أحدهم لم يكونوا شيء، ولكن اليوم هم كل التاريخ. ويليام شكسبير من كان يعرفه في أحدهم؟ قلة. ولكن اليوم حينما نتحدث عن الأدب البريطاني أو الإنجليزي بصفة عامة يأتي شكسبير سيدا لهذه المرحلة أو هذه الحقبة. أقول لكل كاتب أو لكل من يدخل هذا المجال عليك بالاجتهاد بالصبر بالمثابرة ووضع الخطط ووضع الأهداف التي تسير عليها. لا أطلب منك قبل أن تكتب الرواية هنالك أن تدع، لا، خلي الأعمال تأتي خياليا، ولكن خطط المشاريع المستقبلية. قبل الختام، هو طبعا نحن كمجتمع إريتري ثورة، نضال، لجوء، تهجير قسري، مجازر، هنالك روايات في فترة رواية أو الروائيين الإريتريين أو شيخ الروائيين المنادل الشهيد محمد سعيد ناود كتب رواية وطبعت جزء منها. الجزء الأول طبع اللي هو رواية صالح رحلة الشتاء، اللي كانت عبارة عن سلسلة من الأعمال. جزء 2 اتفقد، أنا شخصيا سألته منه قال لي في جزء اتفقد في بيروت في الاجتياح عام 1982، وجزء آخر كان هو ذاته محتفظ به، لكن للتنقلات الكثيرة بين الخرطوم وبيروت وإلى مدن المنافي واللجوء في عهد الثورة جزء أعمال كثيرة راحت. رواية شيخنا شيخ الروائيين الإريتريين المنادل الشهيد محمد سعيد ناود، قريتها أو مريت عليها؟ نعم مريت على رواية رحلة الشتاء صالح، وهنا أتقدم يعني رسالة احترام وتقدير واعتزاز للزعيم أبو الروائيين الإريتريين الشيخ ناود، شيخ الرواية الإريترية. ناود شوف في سبعينيات القرن الماضي أو بتاريخ ميلادي أنا كان هم الجميع في النضال وفي الثورة وغيره. كان ناود قبل هذا التاريخ ب20 عاما من مؤسسي حركة تحرير إريتريا. كان ناود هو من كتب أول رواية لهذا الشعب. إذن هذه نقطة تحسب لناود. وقد سمعت كثيرا عن الجزء الثاني والجزء الذي حرق ببيروت، وبعض الناس قالوا كانت تنشر في شكل مذكرات على النشرات لجبهة التحرير الإريترية في تلك الفترة. لكن
وهذه أكبر عيب يواجه الآن المثقف الإلكتروني. تاريخنا محكي، أرشفتنا مخزولة. أين أرشيف جبهة التحرير الإريترية 61 81 تكاد لا تجد بالكاد بعد النقاط. ونحن جد عندنا مشكلة في التوثيق. ورغم عن هذا كله، شيخ الروائيين الإريتريين الزعيم شيخنا ناود قدم، يعني وضع البصمة الأولى واللبنة الأولى لما نحن عليه الآن. التحية له ورحمه الله بواسع رحمته. ناود لم يقصر في جميع المجالات. وطبعا رحمه الله رجل كان مبدع وقامة فكرية وسياسية وثقافية نادرا تجد لها مثيل لها في التاريخ الإريتري، ولديه أكثر من 17 كتاب الآن في التاريخ، في السياسة. وثق الكثير من الأشياء فيما يتعلق بتاريخ الشعب الإريتري، تاريخ المنطقة، بالضبط. الهجرات اللي تمت في هذه المنطقة. 17 كتاب مش سهل في حياة الزعيم الراحل محمد سعيد ناود. وهذا الإرث الثقافي والسياسي الكبير لهذا الزعيم يحتاج إلى من يسلط عليه الأضواء، يحتاج إلى من هو حتى آخر لحظة في حياته كان بيكتب، القلم ما حصل سقط من يده. لديه العشرات من المذكرات، لديه العشرات من الكتب، الترجمات، المتابعات. فرجل كان مثقف مختلف في عصر البندقية وعصر الثورة وعصر اللجوء. وهذه مهمتكم يا أستاذ أبو بكر، يعني مهمة كلنا إن شاء الله. لا، مهمة هذه الوكالة، يعني القائمين على الأستاذ عبد القادر حمدان وشخصك والشباب اللي كانوا معنا في بداية الحلقة. نحن نحتاج إلى أن نوثق هذه المراحل. نحتاج لأن التاريخ يجب أن يتحول من الجانب الشفهي إلى الجانب الكتابي والمحفوظ والمسودات حتى يورث إلى الأجيال يعني شبه مرتب. صح. وطبعا ده جهد ما زال هذا المجتمع في إطار التكوين من أجل أن تكون لنا رؤية وثقافة وستكون بإذن الله تحمل مضامين السلام والاستقرار والوحدة والانسجام بين أبناء المجتمع الإريتري الذي فرقته السياسة. وهذه الرسالة التي نحن سننطلق منها من أجل رسم ملامح المستقبل لهذا الجيل والأجيال القادمة، ونوثق للأجيال التي ضحت، أجيال الثورة، كبار المناضلين يكتبوا كتابين ويرحلوا. والتاريخ كما قلت أنت، تاريخنا تاريخ شفاهي، إن تناقله. تجلس مع أي مناضل قديم أنت بتسمع قصص يعني نادرا تجد لها مثيل لها في العالم. تضحية. هنالك تضارب يا أستاذ أبو بكر، تضارب حتى في فترة، يعني إذا اعتبرنا تاريخ جبهة التحرير الإريترية شابه الكثير من المشاكل. تحرير الأغردات، وأنا كتبت عنها في مذكراتي. تحرير الأغردات كانت عبر فصيلين إريتريين. هنالك من ينكر، يعني يقول لك أنا كنت موجود في هذه الحقبة الزمنية وبيعيشوا بيننا والتقيت به في الدوحة، يقول لك لا، لم تدخلها جبهة التحرير ولا قوات التحرير الشعبية. أنا نيري أبزيوان نركب. وحينما نأتي لك بمن يثبت يقول والله ممكن كنت مريض، ما عليك بيعطي هذا التزوير، هنا التلاعب. هذه النقطة يجب بوجود الآباء المؤسسين والأجداد إن كانوا أحياء، يعني يجب أن تدون عنهم هذه الفترة تدوينا سليما، ولو كان من مختلف اللغات الإريترية. هنا ليس تعصبا على جانب آخر. هناك لغة معينة، لا، اكتب بالعربي، بالتجري، بالتجرينيا، بلين، اكتب بكل اللغات بما أوتيت من قوة. وهنالك من يأتي من يترجم إلى اللغات الأخرى حتى تعم الفائدة. نحن لا نتعصب إلى دين واحد، ولنا دينين أو 3 أديان في البلد أو 5 أديان. لا نتعصب إلى لغة واحدة، ولنا 9 8 لغات. يجب أن تكون هنالك الواقعية والمنطقية، أن نقرب أن نتفق على، أو أن نتفق في الذي يجمعنا.
وكل ما رأيناه أن هنالك سيكون له دور إلى إبعاد ونسل الوحدة الوطنية الإريترية لا نجمده ونبعدهم، لا نجمده. نحن مجبورين على بعضنا البعض كي نعيش في هذه الأرض باحترام الآخر، ليس بإقصاء الآخر أو بالنكران. نسعى أن نعطي كل ذي حق حقه في كل قومية، في كل منطقة، في كل حقبة تاريخية من نضالنا كان هنالك شرفاء يجب أن يأخذوا نصيبهم، وكان هنالك من يحكم عليهم من الذين عاشوا هذه المرحلة، يحكمون عليهم. أنا لا أحاكم لأنني سني لا يسمح لي. هو طبعا هو التاريخ الأريتري بالذات في عهد الثورة يكتنفه الكثير من الغموض. الكل يريد أن يظهر أنه كان هو على حق والآخر كان على باطل. والوقائع اللي نحن وجدناها من خلال الحوارات، أنا شخصيا أجريت عدد كبير من الحوارات تجاوز 20 في صحيفة إريتريا الحديثة في عمود أنا كنت أجهزه، صفحات داخلية كانت اسمها ذكريات مناضل. من هم من يعيش معنا اليوم، ومن هم من رحل، ومن هم من استطاع أن يفصح عن القليل ما كان يعرفه أو يعانيه أو ما شاهده. فالمعارك زي ما أنت قلت، معركة قردات معركة معروفة، وكانت بين فصيلين، قوات التحرير الشعبية جبهة التحرير وقوات التحرير الشعبية جناح سبه، وبين جبهة التحرير الإريتريا. أيضا كان هنالك تنسيق كامل بين الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا وجبهة التحرير الإريتريا في معركة بارنتو. وأنا التقيت سألت عن هذه المعركة بالتفاصيل، سألت المناضل المعتقل فك الله أسر إبراهيم توتيل، وأجريت حوار مع محمد آدم شقراي اللي كان أحد الكتائب، يقود أحد الكتائب بتاعت جبهة الشعبية لتحرير إريتريا، والمناضل محمد أحمد شنيتي اللي كان قادم من مسوع بكتيبته، واللقاءات اللي كانت تتم في خوركعلاي بين عبد الله إدريس وإبراهيم عافا للتنسيق لتلك المعركة، وماذا جرى أثناء المعركة. ده كله تاريخ موجود لا أحد ينكره يعني. فده محتاج إلى تفتيش ولا عرضه للناس. وقبل شوية نحن كنا نتكلم مع في قبل التسجيل إنه هنالك صفحات يجب أن يعرفها الشعب الإريتري، وهنالك أخطاء ارتكبت لا أحد ينكر إنه هنالك أخطاء في مسيرة تاريخنا ارتكبت في عهد الثورة، ويمكن هذه الأخطاء إذا الناس سلطت عليها الأضواء عشان ما تمشي الأجيال الحالية في نفس الطريق، طريق العنصرية، طريق التنمر، طريق الإقصاء، طريق الهيمنة، ومن أجل مكتسبات قد تفيد قوميتك اليوم لكن ممكن تفجر فيك قنابل موقوتة أو أرقام في المستقبل. الشعب الإريتري هو شعب متجانس، شعب يؤمن بالقانون، شعب مؤدب مهذب، شعب عانى من اللجوء ويعرف ويلات الحروب ويعرف ويلات اللجوء، ودفع ثمن لذلك، ودفن العشرات الآلاف من الشهداء. فبالتالي هو شعب جدير بأنه حريص على السلام والاستقرار، ويجب أن توفر له الأرضية اللي يمكن يمارس فيها هذا الاستقرار والسلام والاستقرار. أستاذ هاشم. بالضبط. أتمنى أن يجد شعبنا الفرصة لكي يعيش بسلام في أرضه، ونتمنى أن نتناسى. نعم هنالك أي تجربة ثورية بها الأخطاء، لكن نحن من نحاكم، بس نحاكم تاريخيا، نحاكم من أجل التاريخ. وأتمنى إن شاء الله أن تعدي هذه المرحلة من حياة الشعب الإريتري إلى بر الأمان، أن نأتي بحكومة ديمقراطية منصفة تمثل كل الشعب الإريتري، وليس حكومة تمثل فئة وتقصي الآخر. هو طبعا أستاذ هاشم في ختام هذا الحديث نحن أولا سعداء أنه التقينا، وسعداء أكثر أنه سلطنا القليل من الأضواء على أعمالك الأدبية وعلى جهدك اللي أنت أو خلال فترة وجيزة عندك 10 أعمال أدبية جديرة بالقراءة، وجزء منها اليوم يتصدر قائمة المبيعات في معرض القاهرة للكتاب، رواية عزيز. ونتمنى لك مزيد من الإبداعات والنجاحات، ونتمنى أن نلتقي وجها لوجه في رحاب أرضنا إريتريا، ونفتش عن التاريخ
ونفتش عن الجغرافيا ونفتش ونكون رسل سلام ومحبة للشعب الإريتري في كافة قومياته ولغاته وأطيافه السياسية. كلمة أخيرة هاشم، تفضل. اولا الشكر والتقدير للاستاذ عبد القادر حمدان وللاستاذ اخي ابو بكر صايغ وللقائمين على المنصه صراحه لما تقومون به من جهد. واكرر شكري وتقديري للمتابعين متابعي هذا البرنامج، كما اتمنى لكم التوفيق والسداد في قادم الاعمال. فهذا الجهد الذي تقومون به ليس باليسير، وقد لا نقيمه نحن الآن، ولكن هذا يعتبر جزء من الارشيف الإريتري في مستقبل الأيام القادمة. شكرا جزيلا لك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المشاهدون الكرام، نحن الآن وصلنا إلى ختام حوارنا الشيق مع كاتب شاب إريتري مبدع استطاع أن يسلك طريق خاص به، ووصل من خلال هذا الطريق إلى القارئ في وطننا العربي الكبير، في الوطن العربي، في إفريقيا، في نحو العالمية. ترجمت أعماله لعدة لغات من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. نتمنى له التوفيق والنجاح، ونتمنى أيضا أن نلتقي به مرة أخرى خلال هذه البرامج ومن خلال هذه المنصة التي هي نافذة لكل المبدعين، لكل الآراء، لا حجر على أحد. كل واحد يستطيع أن يقول ما يراه مناسبا في الشأن الإريتري، سواء كان الشأن الإريتري الداخلي أو شؤون دول القرن الأفريقي أو الإنسانية جمعاء. فنحن كلنا أبناء آدم، ونتمنى السلام والاستقرار لمجتمعاتنا. شكرا لك أستاذ هاشم، وسعيد أنه التقيناك، ونتمنى أن نلتقيك وجها لوجه في هذه الدنيا. تحية لك مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.